تعالوا يا بنات نعمل مع بعض فراخ مشوية. مش على الفحم، لا ده مشوية جوه الفرن. بس عايزة اقولك تحفة 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 تحفة. عايزة اقولك لو عملتيها مرة بجد بجد مش هتسليها، ولا بقى سليق ولا تحمير ولا الكلام ده. هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي اللي هي الفراخ المشوية. وتعالوا بقى اقول لكم الخلطة بتاعت تتبيلة الفراخ المشوية بطريقة في منتهى الجمال والجمال والحلاوة. عايزة أقولك بجد بجد مش تاخد منك تقريبا كلها على بعض كده عمايل، يعني مفيش تقريبا، نقول ربع ساعة، نقول ربع ساعة ما بين ان انت تعملي التتبيله وتتبليها وتسيبيها. والله شطوره، سيبيها يوم كامل في التلاجة. زي احوالي كده بتيجي من الشغل مستعجله، يعني ممكن نسيبها حوالي ساعة كده أو ساعة إلا ربع على حسب، وممكن تتبليها وفي وقتها تدخليها جوه الفرن. وكلي بقى فراخ مشوية، أحلى فراخ. تعالوا بقى ندخل المطبخ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونسمي الله ونقول يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية، وكل اللي بيتمنى حاجة ربنا عز وجل إن شاء الله ينولها له. هنا بقى كنت بوريكم بس شوية المقاطع الصغيرة دي عشان أقول لكم بقى على الفراخ المشوية بتتعمل إزاي، وكمان التتبيلة الحلوة ديت. تعالوا بقى أقول لكم على شوية أسرار لتتبيلة الفراخ المشوية. بصوا هتروحوا في حتة تانية. بس تعالوا بقى قبل ما ننسى نصلي على الحبيب ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هنا بقى هنعمل التتبيلة اهي زي ما انتوا شايفين مع بعض. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا الأساسي عشان نشوف احنا هنعمل ايه. جبنا الكبة بتاعتنا في الأول حاجة هتجيبي الكبة بتاعتك، هتحطي فيها على حسب كمية الفراخ بتاعتك بصلتين تلاتة على حسب الايه. وعلى العموم اللي هيفضل معاكي ما تقلقيش، احنا مش هنرميه اي حاجة. بصل، طماطم، فلفل الوان، فلفل حامي. تاني بصل طماطم فلفل الوان وفلفل حامي. ما تقلقيش الفلفل الحامي مش هيطلع لك الفراخ حامية ولا سبايسي ولا الكلام ده. ده كل ما في الموضوع ان هو بس هيديها ريحة جميلة قوي وطعم حلو قوي. تمام تمام. يبقى احنا هنا حطينا البصل والطماطم والفلفل الالوان لو موجود، لو مش موجود مفيش مشكلة. ضربته بقى في الكبة، البصل بقى مع الطماطم مع مع الفلفل الالوان مع الفلفل الحامي على حسب ما حضرتك تحب. حابة تحطي فلفل حامي، عندك فلفل الوان حطي مفيش مشكلة، عندك فلفل رومي حطي برضو. يعني عايزه اقول لك كل ده بيدي نكهه حلوه. عايزه انا بقول لك ان الكبه لما تقع لا قدر الله لا قدر الله الكبه او الخلاط تتكسر، وديها بقى للراجل اللي بيصلح الحاجات بتاعه الخلاطات، هيلزقها لك زي ما لزق لي الكبه ديت، وهترجع زي ما كانت. يعني ما ترميهاش وتروحي تجيبي غيرها. احنا الفتره دي كلنا بنحاول زي ما بنقول كده نمشي تاتا تاتا، وربنا يا رب يرفع عنا الغلاء والأسعار الايه الفظيعة. تعالوا بقى هنا نقول حضرنا ايه. ببدأ هنا بقى احضر التوابل اللي انا احطها على الايه، على التتبيلة بتاعتي. طبعا زي ما انتوا عارفين عندك 7 بهارات هتحطي، عندك توابل فراخ هتحطي، عندك جنزبيل هتحطي، عندك قرفة هتحطي. تمام. عندك كمون هتحطي، كزبرة ناشفة هتحطي، وكمان هنحط بصل بودر وتوم بودر. طب ما احنا عاملين البصل وحاطينه في الكبة وفارمينه. لا جربي بس وحطي كده معلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر، هيديها طعم حلو قوي مع ال7 البهارات مع الكمون مع الفلفل الاسود مع الملح مع توابل الفراخ مع الجنزبيل مع القرفة. كل التوابل اللي عندك دي هتحطيها. بس خلي بالك في حاجة لسه ما قلتلكيش عليها، دي بقى أهم حاجة لازم تكون عندك. يعني زي ما بيقولوا كده دي اللي هتطلع لك المشوي بتاعك تحفة. هنا طبعا جوز الطيب
لو عندك برضو تمام، ما عندكيش جوزة الطيب ممكن تبدليها بكل كوبيبة الصيني. تمام تمام. وهنا طبعا الفلفل الاسود ده الاساسي بتاعنا. خلاص خلاص. طيب هنا بقى انا هخلط كل ده مع بعض. بس كنت بقى بصراحة عشان دي من الامانة يعني، كنت ناسية اهم حاجة لازم تتحط. بالرغم ان انا كنت مركزة قوي ان لازم يتحط التوابل النوع دوت من التوابل، علشان هو ده اللي بيدي الطعم الحلو للمشويات، وده اللي بيدي النكهة الحلوة قوي، وده اللي بيدي طعم في منتهى الجمال. لكن للأسف الشديد، الحمد لله في آخر لحظة افتكرته. بالرغم ان انا طلعت الكزبرة الناشفة والكمون والفلفل وكل البهارات اللي انتوا شايفينها ديت وكل حاجة، لكن سبحان الله كنت ناسية أهم حاجة والله العظيم. بس الحمد لله ربنا ذكرني بيها ولحقت نفسي على الآخر. اللهم لك الحمد والشكر. هنا بقى هنقلب زي ما انتوا شايفين التوابل بتاعتي كلها. بصي بقى عشان ما تحيريش نفسك، كل التوابل اللي عندك حطيها. هنا بنحط طبعا الملح. تمام تمام. هنا بقى هنقلب التوابل بتاعتنا بقى كلها كده مع بعض. بصوا، هنا انا كنت شبه سرحانة، ان حاسة ان في حاجة ناقصة، بس هي ايه؟ مش قادرة اتذكر هي ايه. بصوا انا حتى وانا بقلب تحسوا كده ان انا بقلب وانا سرحانة مش مركزة، لاني فعلا كنت عمالة حاسة ان في حاجة ناقصة. بس انا ما كنتش لسه افتكرت انا كنت ناسية ايه. زي ما قلت لكم نوع من التوابل اهم من كل اللي احنا حطيناه دوت. اه طبعا، لو اي حاجة تقدري تستغني عنها استغني عنها من التوابل، الا النوع اللي احنا هنحطه ده دلوقتي. هنا بقى الاول بنحط ايه؟ لو ما عندكيش عسل ابيض، لو ما عندكيش يبقى محله معلقة سكر. ليه؟ عشان دي بقى اللي بتطري اللحمة، بتاعت اللحمة أو الفراخ، على حسب ما انتي هتشوي فراخ، هتشوي لحمة، هتشوي أي حاجة انتي بتحبي تشويها. برضو لازم تحط لها لا إما معلقة سكر، لا إما معلقة كبيرة من العسل. تمام تمام. ونقلب تاني. وهنا بقى معلقة من الخل. عايزة أقولك بقى هيودي بصي معلقة الخل دي هتودي لك المشويات في حتة تانية خالص. تمام هنا تمام. هنا بقى أنا إيه؟ هنبدأ برضو نقلب تاني. خلي بالك هنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه. أنا هنا ممكن أكون بحط، بصوا يعني أنا متعودة وانا شغاله برجع كل حاجه مكانها. ما بركنش بقى جنبي على الرخامه وابدا بعد كده الاقي كل الرخامه يعني اتزحمت. لا، انا كل حاجه بطلعها برجعها تاني. هنا بقى ايه؟ هنا الصويا صوص. عايزه اقول لك طبعا هيوديلك برضو المشويات في حته تانية خالص. معلقه كبيره معلقتين على حسب ما تحبي تحطي. وبعد كده تلاقيني برضو برجعه تاني في الرف بتاعه. وبجيب الدبس رمان ده، خلاص دبس رمان بالنسبة لي قرب يخلص، فخدت منه معلقة واحدة بس. تمام تمام. وزي ما قلت لك وانتي بتشتغلي في التوابل في اي حاجة، رجعيها تاني في مكانها، رجعيها في مكانها. ما تركنيش جنبك على الرخامة وبعد كده تلاقي الرخامة اتزحمت منك، وهتلاقي نفسك مجهود برضو فوق مجهودك. فليه؟ وانتي بتشتغلي تروحي ايه بقى؟ تروحي على طول مخلصة حالك كده وايه مخلص. هنا بقى النوع التوابل اللي انا كنت ناسيه، اللي انا كنت فعلا ناسياه، وربنا الحمد لله عز وجل ذكرني بيه، اللي هو ايه؟ اللي هو السماق. تروحي كده عند العطار زي الشطورة وتقولي له اديني ب10 جنيه سماق. عايزة اقولك السماق ده بقى حاجة كده، عايزة اقول لك مزازة. شوفي احنا حطينا صويا صوص، حطينا دبس رمان، لكن حطي بقى السماق ده وشوفي بقى طعم التوابل بتاعتك وطعم المشويات اللي انت هتشويها. حاجة كده في منتهى الجمال، مع معلقة كده كبيرة من الزيت على حسب ما تحبي. في كتير بيعملوا بزيت الزيتون، لكن انا عندي في البيت هنا كلنا يعني زيت الزيتون مش بنحبه قوي يعني، قليل قوي لو انا استخدمته. تمام. هنا بقى الفراخ بتاعتي دي فرخة سليمة، قطعها فتحاها من الظهر كده فراشة، وهنا ووركين طلعتهم برضو مع الفرخة الحلوة بتاعتنا دي. وكنت بقى نقعاهم بمية وملح وسكر وليمون. المحلول بتاعي ايه؟ مية وملح وسكر وليمون.
وبعد كده باشطفهم بقى شطفة حلوة أوي ما بين الجلد واللحم، عشان لو في أي حاجة يطلع. هنا بقى زي ما أنتِ شايفة كده مساج بقى حلو كده للفراخ بإيديكِ الحلوة طبعًا إحنا طبعًا غاسلين إيدينا وإيدينا زي الفل يعني. الحمد لله. وهنا بقى إيه بافتّح في الفراخ بتاعتي برضه، عايزاها تشرب من التتبيلة اللي أنا عاملاها ديّة. عايزة أقول لِك طلعت والله العظيم في منتهى الجمال، وبجد، بجد الولاد كلوها وكانوا معجبين أوي. وبصراحة كده كنت راجعة من الشغل والله ربنا مُطّلع طبعًا بأحوالنا يعني في الحَر اللي إحنا فيه ده، لكن مجرّد بس ما ابني بعت لي على الواتساب أنا جاي لِك النهارده يا ماما، يا نهار أبيض! لأ، لأ، أرجع البيت بقى وأنا فيّا إيه، ده أنا فيّا صحة بُصّوا، صحة تمام، وأقف بقى وأعمل كل حاجة حلوة علشان ابني جاي لي، فيعني ربنا طبعًا يخلّي أولادنا جميعًا. هنا بقى خلاص تبِّلت، وهنا بقى إيه، بُصّي بقى فضل معايا طبعًا حبّة حلوين كده من التوابل، طبعًا زي ما أنتِ عارفة ما بنرميش حاجة أبدًا، لأ طبعًا حُطّيها في العلبة وحُطّيها في الفريزر، وفي أي وقت تحبّي تستخدميها هتستخدميها. هنا أنا سِبتها حوالي أكتر من ساعة، يعني ساعة ونُص تقريبًا، لإن هي بتقعد بُصّوا بتقعد في الفرن حوالي ساعة ونُص، بعد الساعة ونُص ت ت تروحوا بقى تبُصّوا عليها تمام. أنا كنت غلّفت طبعًا الفراخ بتاعتي غلّفت قصدي الصينية بالورق الفويل عشان كل اللي ينزل من الفراخ أهو زي ما أنتم شايفين كده، عشان أنا وريتكم المقطع الأولاني في البداية. هنا بقى باغلّف بُصّوا بالورق الفويل ليه، علشان كل اللي ينزل من الفراخ ينزل على ورقة الفويل والصينية ما تتعبنيش في ما تتعبنيش في غسيلها، مش كده برضه؟ بنحاول نقلل من مجهودنا والتعب بتاعنا مش زي زمان يعني، زي ما أنتم أكيد عارفين إن إحنا طبعًا بقينا نتعب بسرعة، المجهود مش زي زمان، ربنا طبعًا يدّي الصحة لكل الأمهات. هنا بقى ادّيها بقى نُص ليمونة كده، يا نهار أبيض! يعني جرّبي بس التتبيلة ديّة وجرّبي بس الشوي ده وشوفي بقى الجمال. وعلى شبكة الفرن، على فكرة دي الشبكة بتاعة الفرن الكهربا، حطيتها فوق الصينية وهنا بقى نُص كوباية مَيّة كده في الصينية تحت، وحطّي بقى في الفرن وطلّعي بقى، يا خبر أبيض على الجمال! بس أنا عايزة أقول لِك على حاجة، هنا بقى بُصّي أنا كنت طلّعتها بس ما صوّرتش المقطع ده وقلبتها الناحية التانية، قلبتها على الوش يعني، عشان إيه، الضهر يتحمّر ويستوي. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، هنا بقى الوش عايزة أقول لِك حاجة كده سخنة بقى مولّعة طبعًا، وعايزة أقول لِك بقى مش هاقول له هي مشوية، مش كإنها مشوية، لأ والله هي مشوية. وتعالوا بقى نصلّي على الحبيب تاني كده عشان إيه، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. واوعوا تنسوا وانتم واقفين في المطبخ صلوا على الحبيب كتير، كل طلباتِك عند ربنا عز وجل والله العظيم هتتحقق ببركة الصلاة على الحبيب وذكر الله. تذكري الله، تقولي سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي ذكر من اللي أنتِ بتحبيه اذكري بيه وأنتِ في المطبخ هترتاحي أوي نفسيًا، وهتاخدي حسنات مضاعفة لوقفتِك في المطبخ، وربنا هييسر لِك كل أمورِك. هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الفراخ بتاعتي طلعت زي الفل ومشوية وجميلة، ويا رب تكون عجبتكم.